أنا رندا مجدي ودي شوية فضفضة. الحيادية، هي الحيادية هروب ولا حكمة؟ الحقيقة إن الكلمة دي مش في المطلق لا هروب ولا حكمة، لأن ساعات كتير قوي بتبقى ندالة، وساعات كتير قوي ناس بتستخدمها شماعة عشان تعلق عليها إن هم سابوكوا ومشوا، ما دافعوش عنكوا، ما ردوش غيبتكوا، ما كانوش واقفين معاكوا في وقت انتوا كنتوا محتاجينهم فيه، سابوكوا وخلعوا يعني. ففي الوقت ده بيعلقوا الشماعة ويقولوا أصل احنا ناس حيادية، مش بنحب نخسر حد، أو مش بنحب ناخد صف حد، أو أنا ما كنتش موجود في الموقف فمش هقدر أساعدك، أو ما ردتش غيبتك علشان أنا المشكلة مش معايا، أصل موضوعك مش معايا، موضوعك مع حد تاني. الحقيقة إن في المواقف دي ما بتبقاش حاجة اسمها حيادية، دي بتبقى ندالة قوي. يعني ايه حد يبقى سامع عن حد حاجة ومش بيدافع عنه؟ يعني ايه صاحب بيبقى محتاج صاحبه انه يبقى في صفه ويبقى واقف جنبه لانه اتظلم، وحد بيبقى عارف انه اتظلم جدا وفعلا حد جه عليه و... واتكلموا عليه او اذوه باي شكل من الاشكال، وما تقدرش تاخد ستيب واحدة بس تبقى جنب صاحبك ده وتقف معاه وتسنده وتقول بصوت عالي انا مع صاحبي، حتى لو غلطان نصلح، بس انا مش هاخد صف اي حد تاني، هو صاحبي. اعتذر عنه، ابرر موقفه، احاول اوفق ما بينه وما بين الحد اللي عامل معاه مشاكل، بس مش معقول ابدا ابقى سايبه وندل. او حد قريب منك جدا وتلاقيه عنده مشاكل مع حد تاني وانت بتتعامل معاه عادي. عادي ازاي؟ ما دي ما اسمهاش حيادية، دي برضو ندالة. ده انت شخص مش عارف توصل لمرحلة ان انت تبقى جدع في المرحلة الاولى في الصحوبية، دي ابسط حاجة في الصحوبية. يعني ايه انت بتتفرج على مشاكل ما بين حد قريب منك وحد تاني، او بتتعامل مع حد اذى حد قريب منك جدا عادي جدا كأنه خلاص اصل هو اذاه هو ما اذانيش انا، او تبقى سامع كلام عن حد قريب منك جدا وعزيز عليك قوي وتبقى بتسمع وساكت. ما هو سكوتك ده مش حيادية، سكوتك ده ضعف. ابسط الحاجات في المواقف اللي شبه كده عشان لو تبقى فعلا عايز تبقى شخص حيادي هو انك ما تسمعش الظلم او الكلام اللي مش كويس اللي بيتقال على حد قريب منك، او تسكت على كلام ما حصلش او كذب بيتقال وتبقى موافق عليه بصمت. اقلها انك هتعمل حاجة انك هتدافع بس عن الحد ده، هتقول ان يمكن ما كانش قصده، هتقول ان يمكن ما خدش باله، ان هو طبيعته مش كده، اكيد عنده ظروف، اكيد مر بحاجة. وهتروح تقول للحد القريب منك انك غلط، انك عديت حدودك فعلا، انك تجاوزت حاجات ما كانش ينفع تعملها، غلطت في حق حد، وعايزين بقى نصلح الدنيا ونلم الموضوع ده. كده انت حيادي. لما يطلب منك انك تبقى واقف في صفي علشان انت صاحبي او عشان انتي صاحبتي وعشان انتوا حد قريب مني جدا، وما تقدرش تعمل ده عشان انت مش عايز تخسر الاطراف التانية، دي ما اسمهاش حيادية، ده ندالة. دي ندالة يا جماعة. الشخص الحيادي ده بيبقى شخص عاقل جدا، ما بيسمحش ان المواضيع تكبر والفجوات دي تبقى موجودة، وما بيسمحش بالظلم، وما بيسمحش ان اعز الناس ليه واقرب الناس ليه يتقال عنهم كلام مش كويس. بيدافع، بيقول انه غلط وانا ملتمس له العذر ده، بيقول انه فعلا ما كانش صح يعمل كده بس هو عشان بيمر فترة مش كويسة، بيقول انه فعلا ممكن يكون اذى حد بس اكيد ما كانش قصده، اكيد في حاجة غلط، خلينا نروح نشوف هو ايه اللي حصل. الناس الحيادية اللي بتقول على نفسها حيادية بس هي في الاصل جبانة جدا وبيهربوا، في الغالب هتلاقي علاقتهم حلوة بكل الناس وما بيحصلش مشاكل ما بينهم وما بين حد، ولما بيحصل مشاكل ما بينهم وما بين حد بيبقوا زعلانين قوي ان الدنيا كلها مش واقفة في صفهم ضد الحد اللي عمل معاه مشاكل ده، مع انه هو لو عكسنا الموقف هتلاقي انه هو عارف مشاكل وعارف حوارات بتحصل بس ساكت وبيتفرج
علشان هو مش عايز ياخد صف حد ويضايق نفسه، أو إن الموضوع مش ملوش علاقة بيه. فالحقيقة إن الشخص اللي بيهرب وبيبقى جبان وما بيقدرش يدافع عن صحابه أو الناس القريبة منه، أو حتى يدافع عن حد مظلوم ويقول شهادة حق، أو يقول كلمة في حق حد بيجاب سيرته، الناس دي في الغالب مواقفها ورد فعلها دايما بيبقى معروف. يعني عارفين لو أنا حد اتكلم عليا مفيش رد فعل، لو طلبت شهادته مش هيجي، لو طلبت انه يدافع عني عمره ما هيعمل كده. بنبقى عارفين ومتأكدين ان الناس دي لو وقفت في وسط ناس وجابوا سيرتنا عمرهم ما هيردوا. الناس دي مش حيادية، انتوا مش حياديين، انتوا جبنة. في فرق ما بين الناس الحيادية والناس الجبانة.